تقول لي طب انا بايديا اعمل ايه؟ لا، بايديك تعمل كتير. ولو انت مش عارف الوضع دلوقتي اللي بيتم في قطاع غزه، هم قاطعين عنهم الاكل والكهرباء والميه وكل شيء، واي امدادات ان هي تخش، عشان بكل بساطه يعملوا اباده جماعيه لفصيله من الفصائل. فانت لو مش عارف الوضع اللي بيتم دلوقتي، وقد ايه ان كل ثانيه وكل دقيقه وكل يوم بيعدي على الناس دول في ناس هتموت من الجوع، فانت لازم يبقى ليك موقف، مش مجرد بس انك بتدعم وتقول فري فلسطين. ده حلو وكل حاجه. طب انا ازاي اقدر ادعمهم؟ كنت بقلب عادي انا اهو كماجد، ما اعرفش الطريقه، لقيت المحترم حمزه نمره كان بيقول خشوا عنده على اللينك على البايو، اتبرعوا للناس دي عن طريق الهلال الاحمر او بنك الطعام المصري. هتخش هتقدر ان انت تتبرع لخمس افراد من اسره ب 400 جنيه بس، تقدر انت تاكلهم لمده اسبوعين. طب اعمل ده ازاي؟ زي ما حمزه نمره عمل، قمت عملت بالظبط زيه، وقمت خدت اللينك وحطيته عندي في البايو. قررت ان انا اعمل فيديو زي ده عشان الناس كلها تقدر ان هي من خلال اي حد مؤثر على السوشيال ميديا تقدر تعرف توصل لهم بامدادات وتقدر ان هي تساعدهم. فلو سمحتوا لو سمحتوا، مش لازم المره دي ان انت يعني الاسبوع ده تخرج خطيبتك مراتك تروح سينما بتاع، معاك بزياده ماشي اخرج براحتك، بس لو معكش غيرهم والنبي في ناس ممكن حرفيا تموت بسبب 400 جنيه دول. كان عايز والله.